إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لا تزال الأنباء صباح مساء تحمل إلى المسلم الخير كل يوم عن إخوانه في غزة ما يزلزل قلبه زلزالا شديدا، وما يعصر فؤاده من الألم عصرا، وما يكوي كبده بالأزل والحزن. غزة تغرق في بحر دماء أبنائها، غزة تغرق في ظلام دامس، جثث تتطايش في السماء والأرض، أطفال يحرقون ويتيمون، شيوخ يموتون، نساء ترمد. غزة تبكي، غزة تشيع شهداءها وتدفن موتاها دون كفنهم ودون الصلاة عليهم، وإنما يدفنون تحت الركام، بل وبعضهم أشلاء أطراف مقطعة. الناس في غزة يموتون قصفا من الجو وقصفا من البر، يموتون جوعا وعطشا ورعبا وبردا، ضرب عليهم حصار خانق قاتل. إن اللسان ليقف عاجزا أمام وصف كل هذه الأحداث الأليمة والجرائم المروعة. تدمير همجي ممنهج من اليهود وأعوانهم الكفر من أمريكا وغيرهم من أعداء الله ومن بني جلدتنا ممن خانوا القضية وباعوا أنفسهم بثمن بخس. عباد الله، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبني هاشم هلكا؟ قالها كفار قريش حين حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم في الجبال وعانوا الويلات والمجاعات، رغم أنهم ليسوا على دينه، وإنما أخذتهم الحمية الجاهلية وانتصارا لأخوالهم وبني أخوالهم. فمتى تقولها أمة الإسلام ونحن لنا رب واحد ودين واحد ونبي واحد؟ غزة تموت دون أن يلتفت إليها أحد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لم يذق هذا الشعب الأعزل طعم الأمن منذ سلب اليهود أرضه وشردهم من مساكنهم وسامهم سوء العذاب، ومع ذلك يبقى الشعب صامدا بأطفاله، صامدا بنسائه وجراحه وآلامه. لك الله، لك الله يا غزة، لك الله يا غزة.
غزة وإن خذلوك المسلمين، لكن لا يا فلسطين وإن لم ينصرك المسلمين. عباد الله، لنعلم جميعا أن قضية فلسطين أو قضية غزة هي قضية المسلمين. أرض الأقصى المبارك، أولي القبلتين وثالث المسجدين ومسرى سيد الثقلين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أرض الأنبياء والمرسلين، أرض عاش فيها كثير من الصحابة والتابعين. عباد الله، إن المسلمين اليوم لم يضيعوا فلسطين والمسجد الأقصى إلا بعد تضييعهم لدينهم. لقد هانت هذه الأمة حين ظهر فيها تفرق الكلمة واختلاف الأغراض وتجاذب الأهواء. لقد برزت فيهم الأحقاد، شغل بعضهم بعضا، شغلوا ببعضهم بعضا، وبرزوا قوتهم بعضهم بعضا، أكلوا بعضهم بعضا، انقسموا إلى قوميات وتفرقوا إلى دويلات، بل نهش بعضهم بعضا وسلب بعضهم حقوق بعض. إن هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت، تغفو لكنها لا تنام، فلا تيأسوا، فإنكم سترون عزكم متى عدنا إلى ربنا وأصلحنا أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن تنصروا الله ينصركم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم اجتبى. أما بعد، عباد الله، إن النصر قادم بلا شك ولو طال الأمد، إذ العاقبة للمتقين، وهذا وعد من الله سبحانه كما قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد رأينا زمرة من المجاهدين في غزة أذاقوا اليهود وأمريكا مرارة الانهزام على الرغم من قلة العتاد وضعف المساندة والإمداد. فكيف لو أن المسلمين كانوا جميعا على قلب رجل واحد وأعدوا العدة واجتمعوا على نصرة الدين والإسلام؟ هناك يتحقق قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. نعم، إن تنصروا الله ينصركم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم غضبك، اللهم وأنزل عليهم سخطك، اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم ليس لهم إلا أنت، ولا حول لهم ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أعزب إلا زوجته، ولا محروم من الذرية إلا رزقته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عافهم واعف عنهم واغفر لهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم واجعل المجاهدين في غزة الشهداء عندك، اللهم تقبلهم من الشهداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل منا الصيام والقيام ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.